بظل أجواء الحرب يلي عم يشهدها جنوب لبنان، اضطر البعض من أهلنا الجنوبيين أنه ينزحوا من ضياعهم لهون على بيروت، وتحديدا على الضاحية الجنوبية مطرح ما أنا هلأ موجودة. نحن حاليا حنتوجه على منزل إحدى العائلات النازحة، وهيدي حتكون العائلة نموذج من كثير من العائلات يلي تم احتضانها من ناس حتى ما بتعرفهم، بس دايما فعلا اللبنانيين وأهل الجنوب وأهل الضاحية عم يثبتوا قد إيه هن إيد وحدة، قد إيه هن على قدر من المسؤولية تجاه بعضهم. خلونا نتوجه لعندهم حتى نعرف قصتهم. الاستاذ اشرف غريب اللي اجى من الخيام لهون على الضاحيه، صحيح؟ ابو علي اشرف، هيدي عائلتي. الله يخلي لك اياهم. عندي كم سبع حدا انتم؟ أولاد. 7 اولاد، اسم الله. ها، وأنا والمدام 9 بنصير. تقريبا من أسبوع اشتد القصف عنا، طيران مدفعية، وصل القصف للضيعة. مش إنه بروباغندا الواحد إنه عم يحكي، لا، في فعليا نحن بالجنوب عايشين حالة حرب. لا قدرنا نطلع من فوق، قدروا عملوا لنا وسيلة نطلع من الضيعة. بدنا السيارة نطلع، نحن 9 أشخاص، السيارة تشيلنا من فوق. انت ما عندكم ما سياره؟ عندي سيارة أنا. المهم الخيرين أحباب القلب وأصحابنا قدروا عملوا لنا سيارة وطلعنا فيها. حتى نحن ماشيين على الطريق القصف كان عم ينزل حد السيارة، يعني وصلنا لمحل قلنا يمكن نحن تكون النهاية هون. أنا وصلت لهون، شبابنا الحمد لله في ناس فوق عم تقاوم، وفي ناس رفقاتهم هون هو شغلتهم مش مقاومة، هو شغلتهم يأمنوا الناس. أمنونا لهون، وصلنا لهون الحمد لله، ما نقصوا علينا شيء. بالنهارات أنا بطلع بشوف أموري شوي، برتب شو بدهم العيال هون. بيجوا الشباب 4-5 مرات بيطلعوا على البيت لهون، بيسألوا مدامتي، بيسألوا لي شو عندكم ناقص، شو عايزين، شو كذا إلى آخره. ما يعني الحمد لله ما حاجينا لحدا ومش محتاجين شيء. هذا البيت هني امنوا لي اياه، من بيت لكهرباء، لمكيف، لتلفزيون، لواي فاي، لمي، لاكل، لشرب، عبولي برادة. يعني انا عندي 9 اشخاص مستعد اقدمهم. انا يمكن شفت لو عندي صبيان قدمتهم. لما كنت بالضيعه فوق شغلت اللحام، كل هذول اللي كانوا فوق على الحدود عم موجودين هلا بالارض فوق بالشتاء الشمس. والله في ناس فوق عم تاكل شوكولا ما عم يوصلوا شيء. كنت اتمنى انا بحكم مصلحتي لو شي نار اقدر اعمل له اعمل لهم شوي هيك كبه شيء، اقدر انا اوصلهم الى فوق، يعني اقدر اعمل لهم شيء. يعني انا اللي قدرت اعمله حيلت عائلتي، برجع بقول لك، بس لانهم بنات مش اكثر. انا لو عندي صبيان انا ما بفكر اني اطلع من فوق، انا بالعكس انا بوقف قدامهم وبقدمهم معي. والله لسه الشباب فوق من بعلبك، من الشمال، من كل قرى الجنوب، في علاقه نحن وياهم. يعني حتى يعني ما لنا مصلحه، ما في مصلحه نحن وياهم، بس اشخاص بينحبوا عن جد، عن جد اشخاص بتعشقيهم، جماعه راكدين بده يقابلوا ربهم، بس مش اكثر، مش طالبين شيء ثاني. ليحموكم ويحموا كل انا لولاهم اصلا مش هون. وضح شغلي بس، انه هيدي دموع مش دموع خوف ولا دموع جبن، هيدي دموع فرح وعزه كرامه. نحن اليوم هذا المقاوم اللي موجود فوق هذا لازم يتقدس. هذا فعلا اسمه. هلا الناس هون ماخذه فكره انه شو المقاوم، يعني قاعد فوق شو هو. نحن روحنا، انا قلت وبرجع بقولها، روحي وروح عائلتي فدا هذا الخط، وفدا هو المقاومين، وراح لهم اياها اكثر فدا اجره للسيد حسن. شو ما طلب لا رح نبخل عليه، لا بدم ولا بروح ولا بمال ولا بحجر ولا ببشر. نحن مستعدين لاي شيء، يعني الشهاده هون ولا الشهاده فوق، نحن بالنهايه بارضنا ووطننا، وباذن الله باذن الله طالما في اجر مقاوم فوق ما في راس رح ينحط. نحن اساسا قعدتنا فوق بالجنوب، نحن صدقيني بتقول كنا ننام حتى بهالفتره اللي مرقت، هيدا من هذا الشهر اللي مرق، والله ولا يوم كان في عنا خوف انه نحن بلحظه رح يصير فينا شيء شخصيا. عارفين شو في عنا على الحدود، وعارفين شو في ناس فوق شغلتها مش عم تقاتل اسرائيل، شغلتها نحن، انا عائلتي، الشعب، بيروت، لبنان، العالم كله، هو برقبتهم.
وهو برقبة السيد حسن. ما راح يكون عنده مهاونة فيهم، ولا راح يكون دمهم سهل عندهم. طلعت من بيتي بعز وكرامة ورافع راسي، وجيت لهون على محل أعز مثل ما كان لي بيتي وأكثر. ورسالة كل اللي عم يسمعوا، نحن ولاد الجنوب مش بحاجة لحدا، عنا مقاومتنا اللي هي عزنا وشرفنا، وعنا تكافل اجتماعي. هيدا مسؤوليته الناس اللي عم تجي لهون ومش مقصر معهم بأي شيء، واللي عنده نقص بالعزة وبالكرامة نحن بنعطيه، ومنتصرين بإذن الله.